دكتور بيطري مسالم جدا بيتحول لوحش كاسر ومرعب، بينتقم من عصابة خطيرة جدا قتلت أبوه صديق عمره بدون ذنب، وتسببت في تدمير وقتل آلاف الأفيال، ومفيش حد قادر إنه يقف قدامه أو يسيطر على الجحيم اللي جواه. بيبدأ فيلم النهاردة في غابة أفيال، والمسؤول عنها السيد ناير، وبيروح لشانكو وبيقول لها إن ابنه راج بقاله 10 سنين ما شافوش من ساعة موت أمه، وهيبعت له رسالة علشان يحضر الذكرى السنوية لأمه. وفجأة بتظهر طيارة بدون طيار في السماء، وبنعرف إنها تبع مجموعة صيد وقتل الأفيال، فبتاخد شانكو حجر وتضرب الطيارة وتكسر كاميرتها، وبيظهر كشاف اللي بتكون مهمته يقتل الأفيال وياخد الأنياب منها ويبيعها بمبالغ كبيرة قوي، وبيكون هدفه المرة دي قتل الفيل بهولة عشان ياخدوا أنيابه الكبيرة والمميزة. وبنروح لمومباي وبنشوف راج دكتور بيطري قاعد مع راهول ومراته، وبيودله بغبغان مراته، وبيقول له راهول إن البغبغان بيعامله بطريقة وحشة جدا، فبيقول له راج عشان البغبغان عاش مع مراتك كتير قوي وبيعتبرها مراته، ولما بيشوفكم مع بعض بيتضايق منك جدا، وإن الموضوع هيحتاج شوية وقت لحد ما يتعود على وجودكم مع بعض. ولما بيخلص معاهم السكرتيرة بتقوله إن أبوه اتصل بيه كتير جدا عشان يحضر الذكرى السنوية لأمه، فبيقول لها إنه مش هيرجع للغابة وهيصلي لها هنا، وأبوه بيحاول يتصل بيه بس ما بيرضاش يكلمه، فبيبعت له رسالة وبيقول له أنا عارف إنك متضايق مني، بس أتمنى أشوفك في الذكرى السنوية لأمك. وبيبدأ يتدرب، وفجأة بيتخيل نفسه بيتدرب في غابة الأفيال وبيستعرض قوته ومهاراته في القتال، وبتجيله واحدة اسمها ميرا من جمعية حماية الحيوان، وبتقوله إنها جاية هنا عشان تكتب قصة عن أبوه وغابة الأفيال، وعايزة تعرف منه شوية معلومات، لكن بيرفض يتكلم معاها وبيقول لها سافري لأبويا الغابة. وفي الشارع بيشوف واحد معلق كلب وبيعذبه وهو مبسوط جدا، فبيروح لحد عنده وبياخد الكلب منه وبيضربه وبيهرب، وبعدها بتظهر مجموعة من أصحابه وبيهجموا عليه، فبيضربهم كلهم ويخلص عليهم بكل سهولة وبيهربوا من قدامه. وبعدها بيتصل بالسكرتيرة وبيقول لها تحجز له تذكرة عشان هيسافر ويروح غابة الأفيال يحضر الذكرى السنوية لأمه. وهو في الأتوبيس فجأة الأتوبيس بيقف بسبب مجموعة أفيال سد الطريق قدامهم، فبينزل من الأتوبيس وبيقرب من الأفيال وبيفضل يتكلم معاهم، وميرا وكل اللي موجودين بيتعجبوا منه، وبيعرف من الموجودين إن فيل صغير مات في نفس المكان وعشان كده هم موجودين هنا. وبينجح راج إنه يخلي الأفيال تبعد عن الطريق، وميرا بتكون مبسوطة قوي إنه عرف يتواصل مع الأفيال، وبتكون ميرا مسافرة غابة الأفيال عشان تعمل حوار مع أبوه، وبنشوف كشاف بيتكلم مع السيد فين اللي بيقوله إن عنده مشتري من سنغافورة ومحتاج أنياب الفيل ولازم ينجز مهمته بسرعة. ولما بيوصلوا بتكون شانكو مستنياه عشان تاخده للغابة، وبنعرف إنها بتحبه من وهم صغيرين، وبيركب معاها المركب، ولما بيسألها ليه ما سبتش الغابة فبتقوله كان لازم واحد يكون موجود مع أبوك عشان نعتني بالأفيال. وبيوصل راجل غابة مع شانكو وبيقابل هناك جايش وبيسلم على كل اللي بيقابله وبيرحبوا بيه، وبعدها بيسمع صوت ديدي أنثى فيل، فبيسيب شانكو ويروح لحد عندها وبيعتذر لها لأنه غاب عنها فترة كبيرة قوي. وبيجي أبوه بيسلم عليه وبيقوله إنه جاي بس يحضر الذكرى السنوية لأمه وهيمشي على طول لأنه عنده شغل كتير جدا ومش هينفع يقعد أكتر من كده. وبيعرف من أبوه إن في مجموعة من الصيادين بتقتل الأفيال عشان ياخدوا الأنياب وبيبيعوها بآلاف الدولارات، وإن في عدد كبير قوي من الأفيال اتقتلت خلال الفترة اللي فاتت. وبيكشف على الفيلة ديدي وبيلاقيها حامل، وأبوه بيقوله إنها حامل من الفيل بهولة، فبيقرر راج إنه يروح يشوف بهولة ويسلم عليه بنفسه. وبيوصلوا صيادين الأفيال الغابة بقيادة كشاف عشان يبدأوا مهمتهم ويصيدوا الفيل بهولة. وفي الوقت ده راج بيقول لأبوه لما أمي كانت مريضة ليه ما اهتمتش بيها وخدتها تتعالج في مومباي، فسكت ورفض يرد عليه. وميرا بتوصل الغابة وبتسلم على السيد ناير وبتعرفه بنفسها، وبتقوله عاوزة تعمل معاه حوار بخصوص الأفيال، وبتقوله إنها قرت كل أبحاثه وإن كل الناس لازم تعرفه وتستفيد منه. وشانكو بتحاول تهدي راج وبتقوله إن أبوه عمل كل اللي يقدر يعمله مع أمه المريضة
وكان بيهتم بيها جدا. فراج بيغير الموضوع وبيقول لها انه هيروح يشوف الفيل بهولة، فبتقول له يخلي باله من نفسه لان بهولة فيل قوي وضخم جدا، وبيركب الموتوسيكل وبيمشي في الغابة وبيفتكر ذكرياته وهو طفل صغير جوه الغابة، وبيفضل ينده على بهولة وبيقابله وبيكون مبسوط جدا، وكمان بيعمل معاه الحركات اللي علمها له وهو لسه صغير، وبيفضل يجري ويلعب معاهم. وكشاف وعصابته بيراقبوا الفيل بهولة وبيقول لهم يستعدوا عشان ينفذوا مهمتهم، وإن هو اللي هيقتل الفيل بنفسه. وبيروح السيد ناير لابنه راج وبيقدم له الشاي اللي بيحبه واللي كانت أمه بتعمله له وهو صغير، وبيفهمه إن أمه رفضت تسيب الغابة وتروح تتعالج في مومباي، وإن أمنية حياتها كانت تفضل طول عمرها لحد ما تموت مع الأفيال. وتاني يوم بيبدأوا تجهيز حفلة الذكرى السنوية، وراج بيقابل صديق طفولته ديف واللي بيكون حارس الأمن المسؤول عن الغابة، وهم متجمعين وبياكلوا. بتقوله شانكو إن صديقته ميرا جميلة قوي وشكلها معجبة بيه، فبيقول لها أنا لسه شايفها من يوم واحد وما يعرفش عنها أي حاجة ومفيش حاجة تربطهم ببعض. وفجأة بيظهر أبو ديف وبيقول لهم إن قتلة الأفيال موجودين وسطهم والغابة اتلوثت وفيها خونة، والليلة دي المجرمين جايين عشان يقتلوا الأفيال وياخدوا أنيابها. وبيقول لراج إنه طول عمره رباه على حب الغابة وحماية الأفيال، وإنه لازم يدافع عنهم ويحميهم من الناس اللي عايزة تقتلهم. وابنه ديف بيقول لهم إن أبوه شرب كتير وسكر ومش عارف هو بيقول إيه، وبيعتذر لكل الموجودين وبياخد أبوه وبيمشي. وبعدها بتحصل أمطار شديدة وكل واحد بيروح بيته، وفي الغابة بنشوف الفيل بهولة ومجموعة أفيال تانية، ولما بيشوفوا الصيادين بيعملوا صوت قوي جدا بيوصل لباقي الأفيال وبيسمعوه كل اللي في الغابة. وبيروح السيد ناير عشان يشوف ايه اللي بيحصل، لكن الفيلة دي بتقطع السلسلة وتخرج من مكانها وبتدخل الغابة، فبيركب السيد ناير عربيته ويمشي وراها عشان يشوف ايه اللي بيحصل. وبيصحى راج وكل اللي في الغابة وبيروح يسأل شانكو عن الفيلة دي، فبتقوله دخلت الغابة وأبوك راح وراها بالعربية. وفجأة بيسمع صوت ضرب نار، فبيركب راج الموتوسيكل ويدخل الغابة، وبنعرف إن الصيادين هجموا على الأفيال وبيضربوهم بالنار ويقتلوا فيهم، وبيقتلوا عدد كبير قوي من الأفيال، والفيل بهولة بيهجم عليهم وبيقتل منهم كتير. وبيجي كشاف وبيفضل يضرب عليه نار كتير جدا وبيخلص عليه ويقتله. وفي الوقت ده بيوصل راج للغابة وبيهجم عليه مجموعة كبيرة من عصابة كشاف وبيحاولوا انهم يقتلوه، لكن بيضربهم كلهم وبيخلص عليهم. وبيجوا ناس تانية وبيضربوه بصاعق كهربائي وبيغمى عليه. وبيروح السيد ناير وبيلاقي الفيل بهولة مقتول وواحد بيقطع أنيابه، وبيظهر فجأة كشاف وبيضربه بالرصاص وبيسيبه ويمشي. وبيفوق راج وبيروح يلاقي الفيل بهولة مقتول وأنيابه متاخدة وأبوه مضروب بالرصاص وواقع على الأرض، وبيقول له أبوه ما يسيبش الغابة وبيموت بعدها. وبيوصل أمن الغابة بقيادة ديف ومعاهم شانكو، وبيلاقوا عدد كبير قوي من الأفيال مقتولة وواخدين منها الأنياب، وبيوعدهم راج إنه مش هيسمح لهم يهربوا وهيقتلهم. والشرطة بيوقفوا كشاف عشان يفتشوه، ولما بيفتشوا العربية بتاعته بيلاقوا فيها سمك، وبيجيلهم وقتها اتصال وبيقول لهم احنا لقينا الأنياب وافتحوا الطريق وعدوا كل الناس. وبنشوف سكان الغابة متجمعين عند اسم الشرطة، والمفتش خان بيقول لهم انهم هيقبضوا على الصيادين في اسرع وقت، وبيحرق انياب الافيال قدام كل الناس. وفي الوقت ده بتكون ميرا بتصور كل اللي بيحصل، وبعدها راج بيعمل جنازة كبيرة جدا لأبوه وبيحرق جثته، وبيجي عدد كبير من الأفيال وبيودعوه. وبعدها بيجي المفتش خان وبيقول لراج إن أبوه متورط مع الصيادين في قتل الأفيال وإنه عنده مكالمات تثبت كلامه، فبيهجم عليه راج عشان يضربه، لكن بسرعة بيعتقلوه وبياخدوه معاهم. وفي اسم الشرطة المفتش خان بيديه ورقة وبيقول له امضي عليها، فبيسأله فيها ايه، فبيقول له ده اقرار منك ان انت وابوك متورطين مع الصيادين في قتل الافيال، ولما تمضي ساعتها هنسيبك تروح. وبيرفض راج انه يمضي عليها، ووقتها بيجي اتصال للمفتش خان من البيت فبيضطر يمشي، وبيقول للي موجودين انهم يضربوه لحد ما يمضي على الاقرار، وبيحاولوا انهم يعذبوه لكن بيفشلوا، وبيفضل يضرب فيهم كلهم
وبيستخدم مهارته وبيقدر انه يخلص عليهم وهو متكتف في الترابيزة، وبيقدر يفك الحديد اللي في ايديه. وبعدها بتيجي شانكو وميرا ومعاهم فيل ضخم وبيكسروا شباك الزنزانة، وبسرعة بيهرب منه راج وبيقول لهم يقابلوه عند الطريق القديم، وبياخد الموتوسيكل ويهرب بسرعة، والشرطة بتفضل تضرب عليه نار لكن بيهرب منهم. وفي اسم الشرطة بيتصلوا بالمفتش خان وبيقولوا له ان راج هرب منهم. وبعدها راج بيقابل شانكو وميرا وبيقول لهم ان المفتش خان مشترك مع عصابة قتل الافيال، وميرا مش بتصدقه وبتوريه فيديو والمفتش خان بيحرق الانياب. واول ما بيشوفوا بيقول لهم الانياب دي مزورة ومش هي انياب الفيل بهولة، وساعتها بيقرر انه يدور على الانياب الحقيقية جوه الغابة. وبتروح شانكو لديف وبتقوله ان الشرطة بتدور على راج وهو دلوقتي في الغابة بيدور على الانياب الحقيقية، فبيقول لها انا عارف انك بتحبيه وما تخافيش مش هيحصل له اي حاجة. وبنشوف ميرا موجودة في عربية ديف من ورا، فبتركب الفيلة ديدي وبتروح وراهم. وبيوصل راج لمكان المعبد في الغابة، وبيفتكر وقتها لما جورو كان بيدربه هو وابنه ديف على القتال، وبيلاقي صندوق كبير تحت شجرة، ولما بيفتحه بيتفاجئ بوجود أنياب الفيل بهولة. وبيوصل ديف وبيقول له راج انه لقى الأنياب، لكن ديف بينصحه انه يسيبهم ويمشي من الغابة لأن الصيادين خطيرين جدا ولو شافوهم في الغابة هيقتلوهم. وبيقول له ديف ان هو اللي بيسمح للصيادين انهم يقتلوا الافيال وبياخد منهم فلوس كتير قوي لان الرياح بتدمر كل المحاصيل الزراعية بتاعتهم ومش بيلاقوا اكل الاطفال الغابة علشان يعيشوا. وبيقول له انه بيسمح للصيادين انهم يقتلوا 2 أو 3 افيال كل سنة بس عشان يقدر يوفر اللبس والاكل للاطفال ويقدروا يعيشوا زي باقي الاطفال والا هيموتوا من الجوع. ولكن هو ملوش اي علاقة بموت ابوه وان اللي حصل صدفة. وفي الوقت ده بتكون ميرا مستخبية ورا الشجر وبتصور كل اللي بيحصل فيديو، وفجأة ديف بيسحب مسدس على راج وبيهدده انه لو ما خرجش من الغابة وساب الانياب هيقتله، لكن راج بيقول له خلينا نتقاتل بالطريقة القديمة. وفي نفس الوقت الصيادين بيوقفوا شانكو وبينزلوها من على الفيل وبياخدوها معاهم، وبيبدأ قتال بالراج وديف. وبنشوف ان الاتنين بيتمتعوا بمهارات في القتال عالية جدا ومتساويين في القوة، وكل واحد فيهم بيضرب التاني وبيسدد له ضربات قوية جدا، لكن في النهاية بيقدر راج انه يتغلب عليه وبيقول له عاوز اعرف مين هم الصيادين ومين هو اللي قتل ابويا. ووقتها بيهجم عليه مجموعة من المجرمين اللي بيشتغلوا مع كشاف وبيحاولوا انهم يقتلوه، فبيستخدم قوته الخارقة وبيخلص عليهم كلهم. وفجأة بيجي كشاف ومعاه شانكو وبيقول له انه هو اللي قتل ابوه لانه كان دايما بيقف في طريقه، وبيضربه برصاصة وبتيجي في كتفه وبيقع. وديف بيمسك المسدس وقبل ما يقتل كشاف بيضربه بالمسدس وبيخلص عليه. وفي الوقت ده ميرا بتروح تشغل سرينة النجدة في عربية ديف عشان الحراس يجوا بسرعة ويقبضوا على الصيادين، وبيضربوا على ميرا رصاص وبيهربوا كلهم. وبنشوف ديف مقتول وراج مضروب وواقع على الأرض، وبيجيله جورو وميرا وبيخرجوا الرصاصة من كتفه وبياخدوه معاهم في مكان آمن وبيعالجوه. وتاني يوم الصبح بنشوف كشاف ومعاه شانكو وبيهددها لو حاولت تعمل أي حاجة هيقتلها، وبياخدها معاه في المركب ويمشي. وبيفوق راج وبيقول له جورو انه من زمان كان عارف ان ابنه ديف هو المسؤول عن قتل الافيال بس ما كانش عارف يعمل ايه، وعشان كده قرر انه يشرب ويسكر عشان يقدر ينسى اللي بيحصل من ابنه. ولما بيسألهم عن شانكو بيقولوا له ان كشاف وعصابته خطفوها وهربوا، فبيقول لهم انه لازم يروح يدور عليها ويرجعها وينتقم منهم كلهم ويقتلهم. وبيروح ياخد تليفون واحد ميت من العصابة وبيعرف المكان اللي هيكونوا موجودين فيه، وساعتها بيسيبهم ويمشي عشان يروح ينقذ شانكو. ووقتها ميرا وجورو بيقرروا انهم يروحوا وراه عشان يدعموه يقفوا جنبه. وبعد كده بيوصل راج المكان اللي موجودين فيه العصابة، وفي نفس الوقت بيوصل الراجل اللي هيشتري الأنياب من كشاف، وبيهجم عليهم راج وبيقتل كل الحراس وكل واحد بيقابله وبيخلص عليهم بكل سهولة، وبيقدر يعدي من البوابة الرئيسية، لكن بيقابلوه مجموعة تانية فبيهجم عليهم وبيبدأ قتال عنيف جدا معاهم.
لكن بسبب قوته ومهارته في القتال بيقدر يهزمهم. وبتوصل ميرا وجايش للمكان وبتبدأ تصور كل اللي بيحصل، وفي الوقت ده بيكونوا حابسين شانكو في قفص، وبيحاول راج انه يوصل لها وينقذها. وفي الوقت ده بيشوف انياب الفيل بهولة، وبيشوفوا العصابة وبيضربوا عليه نار، لكن بيضربهم كلهم وبيدخل القفص اللي فيه شانكو وبيفكها، وبيفضل يهجم على كل اللي موجودين وبيضرب فيهم، وبيخلص على عدد كبير قوي منهم، وبياخد شانكو المكان آمن. وبعدها بيهجم عليه مجموعة تانية، لكنه برضه بيخلص عليهم وبيقتلهم. وفجأة رجل ضخم جدا بيهجم عليه وبيشيله وبيرميه بكل قوته، لكن بيقوم راج وبيمسك سلك كهربا وبيفضل يضرب فيه وبيكهربه وبيخلص عليه. وبياخد شانكو عشان يهرب من المكان بسرعة، لكن بيقف قدامه كشاف وبيهدده بالموت، وبيقول له يسيب شانكو تمشي بدل ما يقتلهم هما الاتنين. وفجأة بيهجم جورو في فيل ضخم جدا عليهم وبيدمرهم كلهم، وبينزل من فوق الفيل وبيفضل يقتل فيهم. وكمان بيبدأ قتال قوي بين كشاف وراج، وكل واحد فيهم بيسدد ضربات قوية للتاني، لكن راج قوي جدا وبيضرب كشاف وبيدمره ويخلص عليه وبينتقم منه. لكن كشاف بيحاول يوصل للمسدس ويقتل راج، فبتشوفوا الفيلة دي وبتروح تهجم عليه وتقتله. ووقتها بيكونوا خلصوا على كل العصابة، وبتيجي الشرطة وتقبض عليهم كلهم. وبيكون جه ميعاد الفيلة دي عشان تولد، وبياخدوها المكان آمن عشان تولد فيه. وبعدها بنشوفهم كلهم متجمعين وفرحانين، وميرا بتصورهم، وبيظهر الفيل الصغير اللي ولدته الفيلة دي وبيكونوا فرحانين قوي بيه. وبيعرضوا فيديو للسيد ناير، وبيقول إن حلم حياته هو ومراته كان إنهم يحافظوا على الأفيال في كل العالم، لكن الموضوع هيحتاج مجهود كبير جدا، وبيتمنى في يوم إن يكون في بطل عظيم ويقدر يحقق أمنيته. وبيدعو الناس إنهم ما يشتروش أي حاجة مصنوعة من العاج، لأن بسببهم بيتقتل آلاف الأفيال كل سنة. ومن وقتها بيقرر راج إنه يقعد في الغابة ويعتني بالأفيال، وبيكلم المسؤولين في مومباي وبيقول لهم إنه مش هينفع يرجع الشغل دلوقتي، لأنه حابب يقعد في الغابة ويهتم بالأفيال. والحد هنا بينتهي فيلمنا النهاردة. نتمنى يكون عجبكم واستمتعتوا معانا، وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة. سلام.